السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتعرف مع بعض على فوائد البشملة كنا عملنا عنها كذا فيديو. الثمار دي من الشجرة من عندنا. إن شاء الله نتعرف على الفوائد بتاعتها وكل حاجة عنها إن شاء الله بالتفصيل. ده شكل الثمرة بتاعنا اهو. من أهم الفوائد بتاعتها تحسين الجهاز الهضمي. يعني اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي عنده بتساعد كتير على حل المشاكل دي. كمان الناس اللي عندها الإمساك أو مشاكل في عمليات الإخراج ده بتساعدهم جدا وبتحل لهم المشاكل. كمان اللي عنده إسهال برضو نفس النظام يعتبر بتساعده جدا. كمان من أهم الفوائد بتاعتها إن هي بتحسن صحة الجهاز الهضمي بتاعنا. يعني لو كلنا كمية كويسة منه بتاع ربع كيلو ولا كده فبتساعد كتير. بتساعد صحة الجهاز الهضمي. كمان الناس اللي عندها ضغط الدم بتساعد كتير على تنظيم ضغط الدم عندهم. كمان لها فوائد كتير لصحة القلب وبتقاوم الالتهابات للناس اللي عندها التهابات. كمان لها فوائد كتير لخلايا الدم ان هي بتحفز انتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم. كمان فيها يعني نسبة فيتامينات كبيرة وفيها حديد وزنك ومغنيسيوم كتير. فعشان كده يعني فيها كمية فيتامينات يعني ما شاء الله كبيرة جدا. هي حاجة يعني ما شاء الله طعمها يعتبر مختلف عن باقي الفواكه. الورق نفسه له فوائد كتير للناس اللي عندها أمراض زي أمراض السكر. الناس اللي عندها سكر بتساعدهم كتير. بتحسن عندهم كتير. كمان اللي عايز يعمل رجيم بتساعد كتير لأنها فيها ألياف وفيها نسبة مية عالية. فعشان كده بتساعدهم كتير الناس اللي شغال على الرجيم. كنا عملنا فيديو قبل كده عن شكل الشجرة بتاعتها والثمار وهي على الشجرة، وفيديو طبعا تاني لحصاد البشملة هتلاقوه موجود في التعليقات، موجود على القناة بتاعتنا. اتفرجوا عليه وشوفوا شكل الشجرة بتاعته. شكل الثمرة من جوه بقى، ده الثمرة بعد بتكون في البداية خضرة وبتصفر بالطريقة دي. يعني ده المكان اللي بنقطف منه، اللي بنقطعها من الشجرة. ده شكلها اهي. ده شكل الثمار بتاعتنا وشكل البذرة. بيكون فيها بذرة أو بذرتين أو 3. بتكون فيها 3 بذور اهي. يعني بتختلف من ثمرة للتانية ومن شجرة برضو للتانية. مش كل الشجر هنلاقي فيه بذرة واحدة أو بذرتين، لا بتختلف كتير. ممكن ناكله بالقشر بتاعه عادي زي التفاح كده. ممكن نقشره. الثمرة دي فيها بذرتين اهي. ممكن يتم ده طبعا بنشيلها. في ناس بتشيل القشرة بتاعتها لأنها أوقات كده بتدي مرارة.
طعمها جميل جدا، كمان سعرها مش غالي. الفاكهة دي فاكهة استوائية. موعد اللي بنلاقيها في السوق ما بين فصل الشتاء والصيف. في فصل الربيع بتكون متوفرة في الأسواق، في وقت ما بيكونش فيه فاكهة كتير، بين البرتقال مثلا والخوخ والتفاح. فعشان دي كده الفاكهة دي يفضل تكون متوفرة في كل بيت، لأن لها فوائد كتير ما شاء الله يعني. كمان يعني غنية بالفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها، فيتامينات وحديد ومغنيسيوم زي ما وضحنا في كلامنا قبل كده. نتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، ونشكركم لمتابعتنا، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة عن ثمار وأشجار كتير بإذن الله. نقدر نوفرها لكم ونعرفكم المعلومات عنها في الحلقات القادمة. كمان يفضل ان احنا يعني حاجة اخيرة اننا نعطيها او نأكلها للاطفال، يعني مفيدة جدا للاطفال مش مضرة ليهم. اتمنى من حضراتكم في النهاية دعم الفيديو ودعم القناة، دعم الفيديو بلايك وكومنت، ودعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.